وسلطان، سام. بالله عليك شوف هالحركات البايخة. شنو؟ بدر أرسلت له رسالة في الواتساب وإلى الآن ما رد علي. الرجال ما يبي يقرأ الرسالة ولا يبي يرد علي، يبي حقرني، بس أنا أوريك فيه. لا تسيء الظن في الرجال، يمكن فعلا مشغول ولا لحق يرد على رسالتك. الله أكبر، إيش دعوة مشغول ما عنده وقت؟ لا يكون رئيس وزراء وأنا ما أدري. الرجال بس يبي يحقرني ولا يبي يرد ولا مسوي لي أي تقدير. طيب انتظر شوي، يمكن يشوف رسالتك ويرد عليك. شوف الحين صار لي 6 دقايق ونص بعد وإلى الآن ما رد على رسالتي. شو تسميه هذا؟ لا انا اعرف بدر رجال طيب ولا عنده هالحركات. انت اللي ترك عنك هالسوالف. رجال طيب؟ والله أنت الطيب يا أبو سلطان. الله 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 الله، شوف عطل آخر ظهور. هذا يوم أقول لك أن الرجال يبي حقر، بس أنت ايش فيك مدقق على الرجال كل هالتدغير؟ أقول لك أن الرجال يبي حقر. اخاك على 70 محمل، لا تسيء الظن. هذا قدام عينك، كل شيء تشوفه. يا القهر، غيرك بس لا يحتر. اني اقدره واحترمه. من السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تونا جايبين طاريق صجله، قالوا ولد الحلال عن طاري. على فكرة أنا غيرت رقمي الأولي، سجلوا رقمي الجديد. لا، ويقولون لكل مجتهد نصيب. خير، وش صاير بعد؟ الصاير رئيسك المحترم. قصدك رئيس القسم ابو عبد الله، وش فيه؟ ايه، رئيس القسم ابو عبد الله. الرجال ما رشحني في الدورة، هذا انا بعد اجي احضر اول واحد واطلع من الدورة فيها انا انفذها على طول، بس هذا ما يستحق الاحترام. اجل، مين اللي رشحوا اسمه بعد؟ رشحوا واحد اسمه عبد المنعم. تبي الصراحة؟ اثنينكم تستاهلون. بس هالدورة المفروض يرشحني انا. تبي الجد؟ ابو عبد الله ما عنده ذوق ولا احترام. يا رجال لا تسيء الظن فيه، يمكن نسى اسمك او سقط سهوا. كيف نسى وسقط سهوا على قولتك؟ وانا مذكره قبلها باسبوع وقايل له يا ابو عبد الله اي دوره تجي رشحني فيها، بس بصراحه شكل ابو عبد الله يبي يقهرني ولا يبي يعطيني اي دوره. بس انا من اليوم ورايح احترام ما راح احترمه ولا راح انفذ اي شيء يبيه. بصراحه ما يستاهل. اذكر الله يا رجال، مو عشان خسر الدورة في العمل تسوء علاقتك معاه. الحين الرجال في اجازة، بس يرجع اتفاهم معاه. ايه، طالع اجازه. الرجال ما له وجه يقابلني يعود من اجازته. الو، شام، زين، هذا المدير يبيني بروح اشوف ايش يبي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا سعيد، تفضل استريح. امرني طال عمرك. تفضل. هذه موافقة من الإدارة على مشاركتك في دورة خارجية. دورة خارجية أو داخلية؟ لا، خارجية. الدورة الداخلية رشحنا لها الموظف عبد المنعم، اللي للحين ما جات الموافقة عليها. والحين أنت متأكد طال عمرك أن الدورة الخارجية لي معنى؟ اي نعم لك أنت، بناء على رأي رئيس القسم أبو عبد الله، هو اللي قال أنسب واحد نرشحه لهالدورة هو سعيد. بصراحة طال عمرك أنا عاجز عن الشكر لك أنت وأبو عبد الله على ثقتكم فيني. عاد الحين أبيك تشد حيلك وهمتك وتروح تحجز تذاكرك، والله يوفقك. فما الله طال عمرك.
خل ادق على ابو عبد الله واتشكره. وين رقمك يا ابو عبد الله؟ الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله ابو عبد الله، الله يبارك فيك ويخليك. ما قصرت. اي في يدي هذا، انا اخذت الدورة وهذه في يدي. ما قصرت طال عمرك. انا حبيت اتشكرك وان شاء الله يا رب اخدمك في الافراح. الله يسلمك ويخليك، الله يوفقك، الله يخليك. حياك الله. فمان الله طال عمرك. آسف يا أبو عبد الله، اغتبتك وسأت الظن فيك، ولكن الله يسامحك. ايش عليك؟ بتروح المافيا؟ ما بمافيا، ألمانيا الله يهديك، اسمها ألمانيا. ثاني شيء أنا ماني برايح ألعب، رايح المهمة رسمية. ومتى بتكون رحلتك؟ إن شاء الله بعد 10 أيام، وبظل شهرين هناك. شهرين؟ بنفتك منك؟ شلون بتفتك مني؟ وانا كل يوم بدبلكم صور، كل يوم برسل على جروبكم صور الوناسه وصور المانيا، بخليكم تموتون حره. انت قوم بروح تلعب. واحد يروح ويفرفش بعد. يلا عسى الفالي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وتروح سريلانكا. ايش فيها سريلانكا؟ طبيعه وجمال. لا والفندق داخل الادغال. ايه خلاص، اذا الفندق داخل الادغال راح يبقى احد ماسكك. اقول قام خلينا نطلق رجولنا، تعبت شوي. قام انا بعد بيتمشى. عليكم السلام عليكم. خير وش فيك؟ شلون وش فيني؟ شفت الرجال؟ يمكن يا اخي ما اسمعك، صوتك ضعيف. شلون صوتي ضعيف؟ حتى اللي ورا الكلا عديم الاخلاق. لو انه في خير كان رد السلام. والله يمكن يبي فلوس عشان يرد السلام. هو ما درى ان السلام راح مثل هالاشكال متكبرين. لا متكبر ولا شيء، لا تسيء الظن. يا ابن الحلال. السلام عليكم يا الحبيب. آسف، سوري. تسيء الظن، هذا نهايته. امشي اقول امشي. ايش دعوة؟ ايش جايب معاملاتك هنا على مكتبي؟ اشوف. شوف. ايه هذه معاملاتي، شو وداها على مكتبك؟ طارت معاملاتك من مكتبك وجات على مكتبي وقالت يا سعيد خلصني. لا والله، ايش جابها على مكتبك؟ وش دراني انا جابها على مكتبي؟ اكيد العامل لما جاء ينظف المكتب اكيد شال المعاملات حطهم على مكتبك، ولما خلص نسى يرجع المعاملات الى مكتبي. لا يا شيخ، صدقتك انا الحين. لحظة الله يرحم والديك، بس انادي يا محمد غلام. أيوة. انت لما جيت ونظفت مكتبي وديت هالمعاملات عند مكتب اخوي سعيد. ايوه انا كل ورق ودي على مكتب سعيد. خلاص يا محمد غلام، روح شوف شغلك. شفت؟ اسأت الظن فيني، الله يهديك. بصراحة أنا ما أدري إيش فيني هاليومين، أمشي وأسيء الظن في الآخرين. ترى يا أخوي سعيد، سوء الظن صفة ذميمة تعيشك دائما في دوامة. كلامك صحيح، بس شو أسوي؟ ما يصير، لازم تدرب نفسك على حسن الظن بالآخرين. أنا تعبت من جد، حاول إن شاء الله. ولا تنسى يا أخوي إن بعض الظن إثم. ايوه هذا طلب بابا. إنزين، أنت ليش تأخير؟ بابا هذا طريق واجد زحمه كله هو يعني أنا موت؟ ما في مشكل موت، كله نفر موت. أوه كل نفر موت. زين كم حساب؟
70 ريال بابا. الله 70 ريال؟ ولا تنسى يا اخوي ان بعض الظن اثم. زين 70 ريال 70 ريال. امسك خلي يطلع فلوس. بسم الله. هذا 70 ريال وشكرا يا صديق. عفوا بابا. ها بابا ما في شغل بقى. عبي بنزين روح يلا. انا مشكل بابا. يلا. ايوه هذا 100 150 هذا حق طلب مطعم، هذا 20 انا حق انا.